وجبتنا الرئيسية دائما الثريد. كان الوقت حطيت كوبين طحين رقم 1، خاشوقة كبيرة خميرة، خاشوقة كبيرة سكر، ذرة ملح، والله يسلمكم خاشوقتين نيدو، مع ربع كوب زيت. من نفس الكوب بنات تستخدمون الطحين والماء. خلطنا المقادير كلها مع بعض، الزيت والطحين والسكر والخميرة، حليب نيدو. أحب نحط كوب ماي، نجرب نحط كوب ماي، بخبركم بالضبط كم كمية الماي اللي بتعجنون العجينة. متابعتي الطحين نفس الكوب، الماي في نفس الكوب، والزيت في نفس الكوب عشان تضبط معاكم المقادير. نكتفي بكوب واحد من الماي. شوفوا العجينة كيف طلعت حلوة وجميلة. ونتركها لين ما تتخمر، وعقب ان شاء الله براويكم الطريقة. هاي طبعا من اسهل من ألذ الاكلات اللي عيالي يحبونها في رمضان. دائما اسوي بالمهياوة، او ممكن بعد اذا ما تحبون المهياوة ممكن تضيفون جبن، زعتر، اي شيء عندكم في البيت. العجينة شوفوا كيف طلعت وايد. المفروض انا بعد 30 دقيقة ابدا اعجن العجينة، لكن انشغلت وايد. بنات شوفوا العجينة انتفخت. شوفوا الحين ببدا اطلع الهواء منها، وبراويكم الطريقة كيف تسوون خمير العيال. القطعة هاي بتحصلونها في جمعيات، في محلات اللي يبيعون الأواني. انزين طبعا في أحجام، تاخذين الحجم الكبير تفرزين العجينة بهالطريقة هذه، ولازم تكون الأطراف كلها متساوية. شوفوا يا اخواتي، بعد ما نفرد العجينة بالطريقة هذه نبدأ نقطعها في القطاعة. حطينا شوية زيت، بنبدأ نقلي الخمير في الزيت. ما تكترون الزيت شوية يا بنات. يا سلام، شوفوا يا بنات، شوفوا يا حبيباتي، شوفوا يا جميلاتي، شيء جميل ولذيذ على فكرة. بقول لكم لذيذ، وعلى فكرة براويكم من داخل ما في عجينة ولا في شيء. ممكن تسوون سندويشات بعد، زعتر، جبن، شو ما عندكم من الخلطات تقدرون تحطون على الخبز الخمير. بس أنا طبعا عشقي المهياوة. على بالي إني آكل مهياوة اليوم صراحة. هل أبو ظبي يقولون مهياوة، هل دبي يقولون منشاوة، الشارجة يقولون منشاوة. أنا صراحة أعشق المهياوة. متابعتي مثل ما قلت لكم وارجع أقول لكم طبعا نفس الشيء، نفس المكونات المهياوة أو منشاوة. فممكن بعد قلت لكم عندكم أي خلطة تقدرون تحطونها على الخمير. وعلينا وعليكم بألف عافية حبايبي.